السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تفاصيل صغيرة. قد تحسم المباريات بالتفاصيل الصغيرة، وقد تحسم البطولات بالتفاصيل الصغيرة. نبدأ حلقة اليوم. هدف التعادل لأتلتيكو مدريد ضد الريال. البهمنا في الهدف هنا ناتشو حاول إنه يستخدم قدمه في إخراج الكرة، وهنا كانت المشكلة إنه المهاجم متفوق عليك، وإنت كان عندك المساحة والزمن إنك تستخدم الراس عشان تقدر تطلع الكرة، لكن في اللحظة اللي إنت دائما الكرة العالية قدم المدافع حتكون أبطأ بكثير جدا. القدم عشان تتحرك من أسفل إلى أعلى، المهاجم حيكون أخذ الكرة، وده اللي حصل فعليا في الهدف. رغم انه ناتشو كان عنده زمن، كان عنده وقت، يعني لو شفنا الصورة الآن ناتشو كان عنده زمن انه يعدل من وضعية الجسد عشان يقدر ينافس على الكرة بالرأس، لكن هو اختار الحل اللي كان أسهل بالنسبة له، إنه يستخدم قدمه، وكان يورنتي مباشرة قام بإحراز الهدف. الهدف ده بيقودنا طوالي إلى الهدف الشهير لفرناندو توريس لليفربول على مانشستر يونايتد. فيديتش حاول ياخد الكرة بالقدم، وعلى طول فرناندو توريس أسرع في كل الأحوال، فأخذ الكرة على طول وانفرد وأحرز الهدف. هنا النقطة المهمة إنه أنت كمدافع ما في كل الأحوال أنت بتاخد الكرة بالقدم. يعني هنا فيديتش كان يعمل إيه؟ أنت عارف توريس، أكتر لاعب في الدنيا أنت عارفه فرناندو توريس، وعارف الأهداف اللي جابها فيك، فلذلك تلعب بمبدأ السلامة. الكرة نعم هي ما على مستوى الرأس، لكن اغفز لها واضربها برأسك، اضربها بالرأس، لأنه أسرع لك من أنك تحاول ترفع قدمك. اضربها بالرأس، إما تطلعها على التماس أو تضربها بالرأس بقوة على أساس أنه حارس المرمى يمكن أن تصل له، لكن الأفضل أنك تخرجها على التماس. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.